لو قلتلك ان الاكلة دي والجمال ده اتعمل كله في حلة واحدة هتصدقيني؟ يعني لو انتي من الناس اللي بتكركبي مواعين بعد ما بتخلصي الاكل والحوض بيبقى مليان عندك مواعين كتير، تعالى اقولك انا عملت الاكلة دي ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول مكونات اكلتنا. معانا هنا فرخة او زي ما انتي حابة على عدد اسرتك. معانا حبايتين من الطماطم، جزرتين صغيرين، بصلتين، وبشرنا الكلام ده كله، البصل والجزر والطماطم والتوابل بتاعتنا، ورق لوري، حبهان، لومي، قرفة، كلها توابل من البيت معانا. ملح، فلفل اسود، رشة كزبرة ورشة بابريكا زي ما انتوا شايفين كده. هنحط معلقتين زيت وهنخليهم يسخنوا كويس، وهننزل بالتوابل الاول كده نشوحها في الزيت بتاعنا، وننزل بالبصل وعليها الطماطم المبشورة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده. هنسيبها كده حوالي 3 دقايق وننزل بالفراخ. يلا، كله في حلة واحدة، وهعلمك ازاي تعملي الاكل بسرعة. هتقلبيها كده كويس زي ما انت شايفة كده، وهتخليها تتشوح حلو معاكي، وهننزل بالجزر بتاعنا زي ما انتوا شايفين. ايوه كده، ولا اسهل من كده حاجة. ايه رأيكم؟ ودي ليمونة، يلا عصريها كده وبتدي طعم جميل للفراخ بتاعتنا. هنقلب كويس، وفي الوقت ده هنكون مجهزين مية مغلية معانا. هننزل على طول بالمية المغلية بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. يلا شاطرة، يلا غطي وسيبيها تغلي. هتديها تقليبة تاني وتسيبيها لحد ما تستوي الفراخ معاكي. ايوه كده، الفراخ بتاعتنا استوت. هنطلعها. يلا بقى في صينية معانا كده على جنب بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وهنكون مجهزين الرز بتاعنا وغسلينه. بس قبل ما ننزل من الرز كده، ننزل في المرقة بتاعتنا او الشوربة بتاعتنا اللي احنا عملناها دي بالخلطة الجبارة الجميلة دي. هناخد معلقتين 3 كده منها، وهنضيف عليهم معلقة زيت، وهننزل كده على وش الفراخ بتاعتنا، وهندخلها الفرن كده تحت الشواية تاخد لون معانا. عايزة اقول لكم ان الفراخ كانت طرية جدا ومتشربة الطعم بتاعها ومتملحة مظبوط. يلا بقى ننزل بالرز بتاعنا، وده رز مصري، ولو حابة رز بسمتي والله ما هنختلف، اللي انتي حباه والمتاح عندك حبيبة قلبي. يلا بقى كده هننزل بمعلقة زيت كبيرة كده زي ما انتوا شايفين، وهتدي فلفلة حلوة للرز. ايوه كده، بص الرز بتاعنا. عايزة اقول لكم بجد بجد كان طعمه جميل جميل جميل، على قد ما تقدروا تقولوا فعلا كان جميل وطعمه حلو، وهيعجبكم بإذن الله. يلا بقى هنقدمه كده في السيرفيس بتاعنا او في الطبق بتاعنا زي ما انتوا حابين. يلا كده نفرد الرز بتاعنا، وهنروح نازلين بالفراخ بتاعتنا كده. بصوا خدت لون ازاي وجميلة، وهوريكم قد ايه الفراخ كانت مستوية ونضيفة من جوه، ولا فيها دم ولا فيها اي حاجة، والفراخ كانت بيضة زي الفل. رشة بقدونس بقى كده للتزيين، وممكن تعملي جنبها سلطة خضراء، سلطة طحينة، بطاطس مقلية، زي ما انتي حابة وزي ما انتي عايزة. ودي كانت اكلتنا بسيطة خفيفة، ما خدناش فيها وقت خالص. نص ساعة كنا مخلصين ومجهزين، ما احتاجناش نكركب مواعين في الحوض. وطبعا انا عارفة المواعين عقدتنا كلنا، بس على مين؟ اختراعاتنا السهلة واكلاتنا البسيطة، وقناتنا اللي معروفة باكلها السهل البسيط، اللي ما فيش حاجة تبقى صعبة علينا. وزي ما انتوا شايفين بصوا الفراخ معانا كانت عاملة ازاي. وهي دي كانت اكلتي النهاردة ووصفتي، والسلام عليكم.